السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مقالي سمك مبروك. الفيديو بيعتمد على الطريقة مش على المقادير. كمية من البصل، كمون وكزبرة. الكزبرة بتكون اكتر، وملح. هبدأ اتبل بيهم البصل لغاية ما اخرج العصارة اللي فيهم. في الوقت ده انا مسخنة الفرن ومسخنة المقالي. هبدأ اضيف البصل. هنا معايا شويه من الكمون وشويه من الكزبره وشويه من عصير الليمون. طبعا الليمون كان عندي متفرز فعملته بالشكل ده. هنا هبدا اتبلهم عشان نضمن ان مفيش اي زفاره، وللناس اللي بتبقى مقلقه. هنا هبدا اضيفهم تاني مع المقالي. في الوقت ده في شويه من التوابل هضيفهم. عصير طماطم متسبكه هبدا اضيف كميه مناسبه لكل مقلايه. وبعد كده هضيف شويه من الزيت. وطبعا الفرن ساخن، هبدا ادخلهم على الرف الارضي، على ارضيه الفرن. طبعا هما ممنوع المقالي تتحط على البوتاجاز على حراره مباشره، لكن في رف في الفرن. لو انا مستعمله عصير طماطم فريش مش هزود ميه. في الحاله دي هضطر ان بعد ما تسبك شويه هضيف لها شويه ميه لغايه ما تستوي. البصله بتستوي والسمكه بتستوي، هي مش بتاخد وقت، وما شاء الله بتبقى ريحتها جميله. وبالشكل ده طريقه تقليديه وطريقه جميله. هنا معايا السمك ظهر بالشكل ده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.